جناب الاحتشام عند ذكر الله، تبقى مؤدب وانت بتذكر ربنا. يعني ما تبقاش تذكر ربنا كمل، لا مش هقول لك بس خلص بس حاجه. ده ادب مع ربنا. ده لو واحد بيتكلم في التليفون وبتكلمه ولا بيبص في حاجه هتقول له ايه يا اخي عيب، مش سامع. هتقول له استنى، صح مظبوط. لما اقدر احسبك انا قلت حاجه غلط يعني سيدني. هتعمله ازاي؟ استنى بس ما اخلص المكالمه عشان معايا مكالمه مهمه والله. ايوه يا باشا. طب ومع ربنا تقطع الحديث وتبقى عينك بتتفرج على التلفزيون جون. ما تضحكش، بتحصل. صح كده ولا ايه؟ طب وبعدين وترجع تسالني على لذة الذكر، ترجع تقول مش حاسس بقلبي، ما دقتش الحلاوه. عارف انت لو دقت الحلاوه بتاعت الذكر دي 13,000 مره في اليوم. نعم 13,000 مره. ده مش دريان بنفسه ولا كان دريان بنفسه؟ طب جاب الوقت ده منين؟ طب وايه اللي خلاه يتقوى على ذلك؟ مقام ايه؟ خلاص يا عم احنا عارفين انكم مذاكرين يا عم، خلينا نكلم الغلابه اللي على قدنا يا عم احمد. بتكلم تاني يا احمد هتجيلك من واسعه والله. صليت على النبي عليه السلام. والله العظيم طلبت الكلمتين منك لله. 13,000 مرة يا سيدي. جابهم ازاي دول؟ ذاق واستحضر الاستعظام في قلبه قبل اللسان، فوقع الذكر في القلب فاستولى عليه فهام واستظل وركن الى تحت ظل العرش. هو ده بقى مكان قلبه. بايه؟ بلذة الذكر. تمشي تقول له يقول لك والله ما شفت. كان الشيخ ياسر، سيدنا الشيخ ياسر بيتكلم عن مجنون ليلى. يقولوا له انت سبت ومشيت، شاف الكلب بتاعها اعزكم الله مشي وراه، والناس قلت سبت الصلاه، قال والله انا انتوا شفتوني، والله انتوا لو حبيتوا ربنا ما شفتونيش، لان انا ما شفتكوش وانتوا بتصلوا من شده تعلقه بمحبوبه. فهو هيبقى ماشي بيذكر، لا شايف اللي حط احمر ولا شايف اللي حط اخضر ولا حاجه خالص، في دنيا تانيه كده. شيخ الاسلام بيقول لله في ارضه جنه من لا ندخلها لن يدخل جنه الاخره. جنه ايه بقى يا سيدنا الشيخ محمود عزيز يا منورنا؟ جنه الذكر. جنه الذكر.